تصويره حاليا أثناء انقطاع التيار الكهربائي. أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا، وبعد إصدار مجموعة سباعية من الأغاني الحزينة اللي احنا طبعا وعدناكم إن احنا هنألفها يا أعزائي المتابعين. دلوقتي احنا قررنا إننا ننزل حلقة رقم 9 من قصة صحاب قطر. ناس سألتني هل هننزل حلقات قصص تانية؟ والله يا أعزائي المتابعين، يعني أنا كل اللي عملته الفترة دي إن أنا ألفت حلقة 9 من قصة صحاب قطر. بقية القصص لسه أنا مشتغلتش عليها، وده بسبب الظروف، والله غصب عني. الظروف اللي بمر بيها صعبة جدا يا أعزائي المتابعين، فاعذروني على أي إهمال أو أي تأخير في تنزيل الفيديوهات. طبعا يعني انتوا عارفين يا أعزائي المتابعين إن الدنيا متأزمة جدا، وإن إحنا مش بإيدينا نعمل حاجة، فاعذرونا يا أعزائي المتابعين. بس الفترة الجاية إن شاء الله أوعدكم بإذن الله قبل أي حاجة، لأن كله بإذن الله. إذا أنا وعدتكم وعد ووعدي ده ما كنتش قده، لا، أنا مش كده خالص. أنا بوعدكم بإذن الله إذا ربنا أذن إن شاء الله إن القناة هيكون فيها تأليف لجميع القصص الفترة الجاية. قصة باسم متهم الهرب الجزء التاني، وقصة المستشفى المسكونة، وقصة صحاب غدارة هننزل منها تأليفات جديدة تانية بإذن الله. أنا دلوقتي بصور لكم حلقة رقم 9 من قصة صحاب غدارة الجزء السابع، وطبعا الحلقة زي ما انتم شايفين كده طويلة أوي، طويلة بمعنى الكلمة. وطبعا القناة هي أعزائي المتابعين، وآخر فيديو يعني لحد دلوقتي موصلش 200 مشاهدة. ياريت نوصله 200 مشاهدة علشان يعني الدنيا تكون حلوة كده. أشوفكم في فيديو جديد يا أعزائي المتابعين، وما تنسوش تدعموا القناة دايما. مع السلامة.